هنعمل النهارده العاشوره او البليله باللبن بطعم الكريمه والقشطه من غير ما نستخدم الكريمه والقشطه. نعملها بطريقه اقتصاديه جدا، لا غنى عنها. طبعا في الصيف تبقى ساقعه وحلوه، او في الشتاء تدفي وتبقى جميله. لو اول مره تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناه واللايك. هنجيب ربع غلة بليلة ونغسله كويس جدا وننقعه ليلة كاملة، ونغليها على النار ونحطها على النار ونسيبها لما تغلي وتستوي. بتاخد حوالي من 2 ل3 ساعات لحد ما تستوي، تبقى وصلت للشكل ده. هنستخدم حليب من عند اللبان عادي، حليب كامل الدسم من غير ما نغليه، عشان ما يفقدش طعم القشطة والكريمة او يعمل وش او اي حاجة خالص. وهننزل عليها بمج جوز هند والسكر على حسب الرغبة، بس مش هيبقى معاكي اقل من مجه الا ربع. وتنزلي برشه فانيليا سايله وتسيبيهم مع بعض ياخدوا ويدوا لحد ما النشا معاكي تختم واللبن يغلي معاكي والنشا ختمت كده. هي وصلت للقوام المظبوط تمام. وفي اطباق التقديم بتاعتنا بألف هنا وصحة عليك، وطعمها كأنك عاملاها بالكريمة والقشطة. بس اللي وصلها للطعم ده ان الحليب اللبن بتاعك ما غليتهوش، فما فقدش طعم القشطة والحليب، القشطة والكريمة زي ما هو بخيره عملتيه بيها. ولو عجبكم الفيديو ياريت تدعمونا بالاشتراك في القناة واللايك والشير عشان توصلكوا كل وصفاتنا وكل فيديوهاتنا الجديدة. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة من قناة لمة العين.